انا عيالي ما شفتهمش ليا سنتين. ابني الصغير سابه حته لحمه حمراء. ابني بكلمه في التليفون مش عارفني، بيسيب التليفون ويجري. مين في الدنيا يرضى على نفسه كده ويستحمل اللي انا فيه ده؟ حرام. انا بتكلم عن نفسي ريس، ما ينفعش اللي انا فيه ده، حرام يا ست الريس. انا بناشدك انت شخصيا عشان ما فيش حد راضي يتدخل، عشان كده ما يرضيش ربنا اللي انا فيه ده. كل شويه في حي، كل شويه في مكان، ومش حدش راضي يشغلني ولا عارف انزل. ليه اللي انا فيه ده؟ ليه؟ سبب مين؟ سبب مين يعني؟ مين الكفيل ده؟ سلطته ايه عشان يعمل فيا ده كله؟ لما هو السند ممنوع، ليه الدولة هنا القانون؟ ليه الدولة هنا قبلته وقبلت رفعه؟ ليه الدولة ما اتدخلتش؟ دلوقتي الشركة وقفت، الدولة وقفتها، انا ذنبي ايه؟ المحكمة تحكم لي وما اعرفش اخد حقي. تاني يوم يكلمني اللي ما عندوش دين ولا رحمة ولا يعرف ربنا. تاني يوم اتصل بيا يقول لي انت رفعت عليا دعوة. رفعت عليا دعوة. قلت له ايوه، انا مش قلت لك اخد حق منك بالقانون؟ تاني يوم جه رفع عليا السند، ومن ساعتها سنتين وانا متمرمط شمال ويمين، كل شويه في محافظه شكل. ليه يعني؟ ليه يا ريس؟ ليه يا ولي العهد؟ ليه يا محمد بن سلمان؟ ليه يا سيادة الأمير يحصل فينا كده وفي عهدك؟ ليه نتظلم؟ ليه إخواتك المصريين يحصل فيهم كده؟ ومن مين؟ من سعودي؟ من مين؟ من كفيلهم؟ ليه؟ ده في السعودية إخواتنا وحبايبنا، ليه يعمل فينا كده؟ ليه؟ عملنا فيه إيه؟ إيه اللي أجرمنا فيه عشان يعمل فينا كده ويحبسنا سنتين؟ حرام. أنا مش عارف أشوف عيالي ولا عارف أشتغل ولا لا آكل. ليه؟